ازرع القمح عشان الامن الغذائي المصري. بعد كده لما رحنا شمال غرب خليج السويس كنت انا مع مجموعه وفي 9 مجموعات، كل مجموعه خدت جزء من الارض، واحنا تنازلنا عن نصف المساحه لانه المشروع مش مجدي، وخدنا النص الثاني عشان نعمل فيه بنيه اساسيه يعني داخليه. كنت بتصرف علشان خاطر بس تبين ان في مشروعات في البلد؟ كنا بنستثمر عشان نعمل مصانع. انت قلت ما كانتش مجديه، هل كان في جزء من الاستثمارات بيتعمل مجامله لبرنامج رئيس الانتخابي مثلا؟ لا، هي مش ما كانتش كده. لا، احنا كان بينظر لينا ان احنا رجال الاعمال الوطنيين اللي احنا المفروض يكون لنا السبق عشان لما يسوق الاستثمار في البلاد العربيه يجي المستثمر بعد كده. المستثمر الوطني لما ينجح بعدين المستثمر الاجنبي والعربي. فاحنا لما نروح شمال غرب خليج السويس وتتقسم الاراضي دي مجموعات، الارض للسياحه بدولار، ساعتها الدولار كان 3 جنيه و40 قرش، احنا خدناها ب5، بنينا البنيه الاساسيه الداخليه. طيب امال ليه صورتك اتغيرت في عينين عمالك؟ لا ما اتغيرتش. امال ايه اللي بيحصل؟ لا، اللي بيحصل دلوقتي قله قليله حاولت انها تهيج العمال، اجترأت عليك في بقوا اكثر جرأة في طرح مطالبهم. القصه كلها من ساعه ما بدأوا يقولوا النقابات المستقله، ويجي بقى واحد يقول له تعالى الليسته دي ويديها للعمال، يروح للعمال يقول لهم انا هجيب لكم 100,000 جنيه لكل واحد فيكم، بس اعتصموا، وقفوا الانتاج، يقفلوا البوابات. فالعمال دي يسمع 100,000 جنيه، اللي ما صدقش الكلام ده كان بيتضرب عشان يقعد غصب عنه ضرب. وكان الناس تيجي في الجبل بيضربوا العمال عشان تقعد. كان في مصيبه كانت بتحصل عندنا احنا، كان في مخطط خارجي. القصه مش قصه خارجي لمين؟ الله اعلم. ده بقى موضوع اللي يعني لا ازاي خارجي؟ ما هو دي بين قوسين ده موضوع مهم، خاصه العمال انه الايطاليين اتخطفوا في مصنعك، يعني ازاي خارجي؟ ما انا اقول لك اهو، هو في عامل بيخطف عامل قطري مثلا، دول قطري؟ لا لا لا, لا. مين عايز يحارب محمد ابو العنين او طمعان في امبراطوريه ابو العنين؟ انا مش عاوز اظلم حد، واخد بالك؟ انا طبعا بس خارجي دي لازم هتتحط بين قوسين. ايوه في حد خارجي خارج المصنع بيعمل كده، ومش عندنا بس، في مجموعه كبيره من المصانع. يعني لما تروح مثلا نقابه الصحفيين وتلاقي واحد عمل لك منشيت يقول لك ولع في المصانع، صوت العامل طالع. يعني ايه ولع في المصانع؟ ده بيقولوا عليك بيقول ان انت بتولع في المصانع لما قررت انا اللي بولع. انا يا استاذي، في حد انجن يحرق مصنعه؟ في حد انجن يحرق فلوسه؟ انت بتقدم نفسك عشان تحمي استثماراتك وتكبر، ولما تكبر تكسب اكتر. حد بقى يقول لك ولع في المصانع. طب ليه جزء من العمال حاسس بالظلم؟ لا، ما هو بقى التهيج اللي حصل لما يجي واحد يقول لك ايه، خد الليسته دي وطالب بيها، والليسته دي تاخد وتاخد 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 وتاخد، وبعدين الليسته دي تروح رايح عند مصنع مثلا فيه 80 عامل وتنجح معاه، غير لما تروح عند واحد عنده 25,000. هنا اي ميزه بياخدها اي حد في مصنع اضربها في 25,000. الولاد عندي عاوز اكد لك اعلى مرتبات. طيب